لو حد حط قدامك خطة شكلها عظيم، تقدر تكشف في دقايق هل دي استراتيجي فعلا ولا أي كلام. تعال نلم الموضوع كله في 3 أسئلة تقدر تسألهم في شركتك أو مشروعك من بكرة الصبح. السؤال الأول: إيه المشكلة الحقيقية؟ وهنا ميز بين العرض وبين المرض. العرض هو الشيء اللي ظاهر، إنما المرض هو السبب اللي ورا العرض ده. يعني لما هتيجي تبص، مش هتبص على المبيعات قليلة أو الفريق مش مركز، هتبص على السبب اللي لامم المشاكل دي كلها وتبدأ تمسك فيه. دي اسمها التشخيص أو الدايجنوسيس. السؤال التاني: هندخل للمشكلة من أنهي باب؟ هنقول مثلا مش عايزين نكبر، لكن هنركز على نوع معين من العملاء، هنبسط المنتج، هننافس بالسرعة، هنقلل التعقيد. هنا انت بدأت تحط الجايدنج بوليسي. السؤال الثالث: ايه القرارات اللي لازم تتغير مع بعض عشان الحل ده يشتغل؟ مين ياخد ريسورس اكتر؟ ايه اللي هنوقفه؟ ايه اللي هيتغير في المنتج والسعر والتشغيل والتوزيع؟ وهل القرارات دي بتسند بعض ولا كل إدارة ماشية في شارع لوحدها؟ دي يا صديقي اسمها الكوهيرنت اكشنز.